السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف من المربات حلوة قوي. هنعمل مربى الفراولة. قبل كده عملت معاكم مربى التين وكانت جميلة قوي ومظبوطة جدا، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم باللايك، دعموني باللايك، قناتي بتكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أنا هنا معايا 1.5 كيلو من الفراولة. الفراولة دلوقتي حلوة قوي وكتير وسعرها كويس جدا جدا، والفراولة الحلوة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي أنا جايباها ب10 جنيه الكيلو، يعني حلوة قوي قوي قوي، مناسبة جدا لأنك تعملي منها المربى. شوفي الثمرة تلاقيها سليمة ازاي وحمرة وحلوة، ولازم تجيبي ثمرة نضيفة كده وسليمة عشان تديكي نتيجة حلوة. همسك بقى الفراولة دي كلها وهقطع الجزء اللي تحت ده اللي فيه الزهرة، تقطعي الجزء اللي تحت ده بالشكل ده كده. وهخلص المقدار كله بالطريقه دي. انا قطعت الفراوله كلها اهي ومسكتها غسلتها حلو قوي قوي. هتمسكي بقى الفراوله تقطعيها 2 3 4 حسب حجمها وحسب ما انت عايزه، كنتي عايزه القطعه صغيره ولا كبيره. انا بحب عموما قطعه تبقى صغيره، يعني حسب حجم الفراولايه في ايدك قطعيها. هقطعها كلها بالشكل ده اهي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وعندي كيلو الفراولة بياخد نص كيلو سكر. نص كيلو السكر لو عيرتيه بمج الشاي اللي هو موجود عندنا كلنا في بيوتنا هتلاقيه 2 مج، يعني كوبايتين سكر بيعملوا نص كيلو. فانا الكيلو ونص فراولة هحط عليه 3 مج سكر. الكيلو بياخد نص كيلو سكر اهو. المج ده اللي انا معايره بيه، 2 منه بيعمل نص كيلو. دول كده 2 مج اللي في الطبق دول. هغطيها بالسكر كده، وادي المج التالت، يبقى كده عيار كيلو ونص فراولة. بس كده يطلع سكرها مظبوط جدا جدا ويطلع معاكي حلوة قوي. هقلبها كلها مع السكر كده، واغطيها واحطها في التلاجة لتاني يوم، او عملتيها بالليل ممكن تسيبيها للصبح مثلا. انا كده طلعت الفراولة بتاعتي تاني يوم من التلاجة. بصي نزلت السائل بتاعها كله ازاي، والسكر داب. شوفي قد ايه سوائل. حلوة قوي قوي. هجيب الحلة بتاعتي وتكون حلة واسعة شوية عشان ما تفرش منك، وهنزل الفراولة بالسائل بتاعها بالسكر المتبقي كله تنزليه في الحلة. ما تسيبيش سكر لو في سكر متبقي اهو. شوفي سكر قد ايه متبقي منها. انزله كله
وهاخد بقى الفراولة الحلوة دي احطها على نار متوسطة لحد ما تبدأ في الغليان. هتلاقيها عملت ريم ابيض كده على الوش، تشيليه بالراحة بحيث انك ما تاخديش من الصوص بتاع المربى. اهي بدأت تغلي اهي معايا. اشيل بقى اللون الابيض ده بالراحة كده، ما اخدش من الصوص، وكل ما تلاقيها عملت لون ابيض تشيليه. وفي الوقت ده تهدي النار عليها عشان ما تلزقش منك في الحلة. شوفي بتروق ازاي لما تشيلي اللون الابيض وتغطيها، بس تخلي الغطا موارب، ما تكتميش عليها الغطا، وتقلبيها من وقت للتاني. لقيتيها عملت لون ابيض برضو تشيليه. بصي بدأت تلف ازاي وتاخد قوام. هنزل عليها بعصير ليمونة ونص، لان كيلو الفراولة بياخد عصير ليمونة كاملة. انا عاملة كيلو ونص، دي عصير ليمونة ونص. واقلبها واسيبها على النار بقى دقايق. هتلاقي الليمون خلاها لفت وخدت قوام احلى. شوفي اللي بقت عامله ازاي، تقلت معايا كده وخدت قوام حلو قوي. تعملي خبط كده في ظهر المعلقه او تاخدي شويه في طبق. لو الخبط ده ما ضمش على بعضه تعرفي ان هي استوت خلاص. لو ضم على بعضه تسيبيها شويه دقايق كده. بصي المربى وجمالها كده خلاص. المربى بتاعتي استوت تماما. اخليها بقى لما تهدى وانزلها في برطمانات تكون نضيفه ومعقمه. قبل كده قلت لكم ازاي تعقموا البرطمانات. بتغسليها كويس قوي وتتصفى من الميه، وتولعي فرن البوتاجاز وتطفيه، تدخليها في سخونيه الفرن بس كده. بالشكل ده عقمتي البرطمان بتاعك. شوفي عملت معايا برطمانين كبار. البرطمانات دي كبيره مش صغيره. بصي المربى وجمالها، ولا مادة حافظة ولا لون صناعي ولا أي حاجة. تنفعك في البيت، في السندوتشات، في حلويات. وجودها في البيت حلو قوي قوي. يلا جربي مربى الفراولة بطريقتي البسيطة السهلة دي، هتاخدي أحلى مربى. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسوش حبايبي باللايك عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. واللي بيشوف الفيديو بتاعي ولسه ما اشتركش ينزل ويشترك، وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل إشعاراتي، وشاركوا أصحابكم الفيديو بالهنا والشفا.